ايه ده بقى؟ انت خارج من امبارح الصبح جاي لي النهارده 7 الصبح؟ الله 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 الله، ده اسمه ايه ده بقى يا وحش الكون؟ هو انا يعني ممنوعه اسال يعني؟ على فكره مش بحاسبك، ولو انت شايفني ان انا غلطانه انا اسفه ان انا اهتميت. استني بس، ادي دنيتك يا وحش الكون، اهدى. المشوار اللي انا كنت فيه امبارح ده ممكن يبقى بدايه حياه جديده بالنسبه لك. ازاي يعني؟ يعني في خلال يومين ممكن تلاقي نفسك عند عبد تيمور بتطلقي. انت بتهرج صح؟ طب والنبي قول لي كل حاجه، انا مش فاهمه حاجه. قبل ما احكي واقول ها؟ لازم اطمن من حاجه. ايه هي؟ لما تطلقي وتملكي حريتك هتعملي معايا ايه؟ نعم يا اخويا. هو انا لما اتطلق انت مش هتتجوزني؟ ايه؟ ايه؟ طب ورحمه النبي ما مصدق الكلمه، اديها تاني كده. اعيد ايه؟ هو انا كده يعني بدبسك ويبقى عمال سكتي سكتك وعلى الله حكايتنا، وجاي تسالني دلوقتي لما اتطلق هعمل ايه؟ طب اهدى اهدى اهدي بقى. يعني انت ممكن تقبلي انك تتجوزي العبد لله؟ هو انت يعني مش هتبطل شغلانتك دي وتتوب وتبقى راجل تاني؟ الراجل اللي انت عايزاه يتوب ده هو ذاته الراجل اللي وقف جنبك من ساعة ما عرفك وساعدك وحماكي، ودلوقتي بيطلعك من جوزك. خلينا بس نخلص اللي ورانا وبعد كده نشوف القصة دي. الحكاية دي لازم تتم بسرعة وبنظام، أي غلطة ممكن تبوظ العملية كلها. حد عنده سؤال؟ في يا غديوي، هو احنا ليه ما بنديش ايدينا على الحاجه دي؟ يعني ليه نسيبها له؟ يا رجالة، وأنا مش اتكلمت في الموضوع ده قبل كده وقلت إن البضاعة دي هتوصل لأصحابها؟ قلت ولا ما قلتش؟ قلت يا غديوي. جمال وهاب قاريني ولا إيه؟ تمام يا كبير. تمام يا كبير. بس على كده. على امال انت يا جدع، انت كلامي بيجي عندك وبيقلب هندي ليه؟ انا ما اقصدش يا غديوي، انا بس عايز اعرف احنا مش هنمد ايدينا على البضاعه دي ليه؟ عشان البضاعه دي ما تخصناش، عشان البضاعه دي لها اصحاب وهتوصل لهم، وانا قلت الكلام ده قبل كده. بعد ما نخلص لقطتنا ونمرتنا توصل لاصحابها. احنا بنعمل كارت تهديد، خرطوش في الفاضي. وصلت؟ تمام يا غديوي. بطل طمع، عرقك وهتاخده. يلا جهزوا حالكم، يلا. على الله حكايتك يا حلو. الواد حمزه ده صعب على غديوي، بس قلبه حلو وذكي. طب بقول لك ايه، الواد ميزه بيتصل بيا ليل ونهار وهيتجنن. لا سيبك منه، مش فايق له. بعدين انا ما اشتريتش قصه ان العربيه اللي كانت قطرانه سطح حوار مفاتن ده. وغلطك ولا انا. انت بسمع مينا، موضوع عبد تيمور ده لازم يخلص بسرعه. انا هعتمد عليك. خلصانه يا صاحبي بشياكه. ارد يلا، ايدك على راسك. اثبت، ثبت اللي عندك. وادي 5 عربيات محملين اهو. لا 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 لا، ده الرجاله جايين محملين بقى، الرجاله جايه ببركتها اهو. تفتكر هيعمل ايه؟ انا اعرف دلوقتي.
بيردش. طب وبعدين؟ بقول لك ايه، انت مش قلتي سكتي هي سكتك؟ ايوه. قلبك جامد. انت ناسي اول مره شفتني فيها؟ عايز تهزق راجل. خلاص يا وحش الكون، على الله حكايتك. اسمها على الله حكايتنا. وايدي دي ايه يعني؟ ليه دي ليه؟ مفيش اخبار عن اختك؟ مفيش يا باشا. سعادتك تقدر تعتبرنا اتبرينا منها. ساعتك لو رفعت ايدك من عليها ولقيناها هنذبحها. تذبح مرات عابد تيمور؟ انت مجنون ولا ايه؟ انا اسف يا باشا، ما اقصدش. انا اقصد غزل اختي اللي ربيتها وكبرتها على ايدي انا وابويا. ما كنتش اتخيل انها ممكن تعمل فينا كده وتوصلنا لكده ابدا. في حاجه يا باشا ولا ايه؟ غزل؟ ايه ده؟ انتوا اتجوزتوا ولا ايه؟ ده اللي جابك هنا؟ نعمل ايه بقى في عدم سمعان الكلام؟ اديتك مهله وخلصت من زمن. مهلة؟ ايه الثقة والجرأة دي؟ لو صدق نفسك يا ابو. وانت كمان هتصدق. هنشوف. ايه يا مدام؟ ده انا قلت انك كبرتي وعقلتي وراجعة. ارجع لك انت؟ انت عمرك ما هتطولني تاني الا بموتي. الله، لا الثقة والجرأة دول الظاهر وباء ومتفشي، بس الفضول واكلني اعرف السبب الحقيقة. بس سيبك من الشبوره الكدابه اللي انت عاملها دي، وفضلي المكان عشان اللي هقوله ما ينفعش حد يسمعه. لا يا اخويا اتكلم على طول، مفيش حد غريب. عماد اخو المدام، ما تعرفوش؟ انت بقى عماد؟ وعمده بقى يعلم انت كنت بتعمل ايه في روما. طب يا عماد لو سمحت سيبنا لوحدنا شويه واقفل الباب ما تخش حد يخش علينا. تحت امرك يا باشا. اتفضل. عارف. الحمد لله على سلامتك. بس حق الله انت جايب كام حته في البيكو؟ مش فاهم. اسمع عشان ما تضيعش وقتي ووقتك، انا بعت لك فيديو على تليفونك، شوفه وبعد كده نتكلم. كمان حته ده الرجاله جايين محملين بقى. الرجاله جايين بخيرهم اهو. دي بضاعتك، يعني بضاعتك تحت ايدي. البضاعه دي قدامها سكه من اتنين، ما لهمش تالت. يا تروح للسكه اللي كانت رايحاها، يا تروح لسكه تانيه لناس تانيه بحسبه تانيه، وانت بايدك تختار. يا تروح لصاحبها اللي مستنيها، يا تنساها وربنا يعوض عليك. لا 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 لا، الكلام ده ما ينفعش خالص. ايوه البضاعه دي اذا اتمست انا همحيك من على وش الدنيا، انت واهلك وناسك. اسمع، خد بالك من كلامك معايا وما تنطش في قطر مش قطرك. كده كده انت هتطلقها. ودلوقتي كده برضه يا غزل؟ بعد كل اللي عملته عشانك وعشان اهلك تحطيني في الموقف الحقير ده؟ انا استاهل منك ده؟ شوف انت، فكر، افتكر كل لحظة كنت بتعاملني فيها كأني عبد عندك. افتكر الضرب والإهانة والجرجرة على الأرض وانت بتستقوى عليا، واسأل نفسك تستاهل ولا لأ؟ قلت ايه؟ بضاعتك تلزمك ولا حلال عليا واتصرف فيها بمعرفتي؟ وخلي بالك كده كده برضه في الاخر هتطلقها. خلاص فهمنا بقى. عايزين تعملوا ده امتى وفين؟ هبعت لك عنوان المأذون
نص ساعه وتقابلني هناك، والا انت عارف الباقي. يلا بينا. هي ايه الدنيا؟ احنا هنفضل هنا كتير؟ وبعدين انا زهقت والشمس كلت دماغي، يعني مش النمره اتعملت؟ فاضل ايه تاني؟ مالكش فيها حمزه، والزم مكانك ومش عايز وجع دماغ على الصبح. يلا. انا بقيت اكره الولا مينا ده قوي. مش وقت يا اسطى الكلام ده خالص. صح. طب اسمع بقى المهم، انت عارف احنا معانا ايه ولا انت مش قاري الليله؟ لا عارف، سلاح بفلوس ما تتعدش. احنا لو خدنا عربيتين من دول بس يبقى عدينا. وخلي بالك الخديوي زي كل مره هيرمي لنا شويه ملاليم، واحنا معرضين في اي لحظه يا نموت كلنا يا نتحبس. لو تطوعني بس ناخد عربيتين من دول ونخلع. ونروح بيهم فين بقى؟ انت مجنون؟ يابا انا ليا سرفتي ومحضرها. انا ورا اللعبه دي، انا مش هعمل كده. يبقى انت خايف وبتهور. ايوه خايف. مين لو لمح حد فينا بيهرب بالعربيات دي هيصفينا ومش هيسمع علينا. وحتى لو خدنا عربيتين من دول ومشينا هنتوه، احنا معناش دليل. عندك قلب تغدر؟ لا ما عنديش، واسكت بقى. يا مينا، ايه الدنيا عندك؟ تمام؟ زي ما هي، بس انجز. انا ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل. احنا في صحراء والرجاله كلها مزمزقه. طيب احنا وصلنا، وهو كلمني قال لي ان هو على وصول. امسك نفسك يا مينا وهدي الناس عندك. خلص وكلمك. خديوي، انا خايفه. انا مش مصدقه ان عابد هيستسلم كده بسهوله. اكيد ناوينا على حاجه. حسب اللي انا فاهمه ومالي ايدي منه، ان عابد عمره ما هيضحي بالشغلانه دي. لو مش النمره دي اللي هتخليه يطلقك، يبقى ما فيش حل قدامنا غير انك تبقى ارمله. لا لا، ان شاء الله يطلع. بس هو بعد يعني ما يطلق هيسكت؟ لا مش هيسكت. وانا اللي هيشنع عنه ان انت لسه على ذمته، ومش عاوز اموته عشان موته حوار كبير. هو لو ذكي ما يزقنيش عليه. عابد وصل. تمسكي نفسك في ايه؟ انت مع سيف الخديوي. يلا تعالي. طب استنى لما ينزلوا يدخلوا جوه. انا حاسه ان هم عاملين لنا كمين، واول ما انزل الرجاله دول هياخدوني. تعالي خف. مين ده اللي هياخدك؟ يلا ماما الله يرضى عليكي. يلا يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلوا. اتفضلي يا ملاوي. اتفضلي. يا مولانا ان شاء الله جاهز؟ احنا في الأول لابد أن أبصركم بمخاطر الطلاق، لأنه لازم. اي نعم، واضح ان مولانا جاهز. انت جاهز؟ طب معلش مولانا، يعني استأذن فضيلتك كده في دقيقتين. طيب وماله، لعله خير. ان شاء الله. إن شاء الله بإذن يا الله. رب يا رب. اتفضلوا. اتفضلوا. اضمن منين دلوقتي ان بعد ما اطلق العربيات هتتحرك؟ امينه. ايوه يا خديوي. دقايق ومشي الناس والشحنه. جهز نفسك. تمام. يلا سلام. تمام كده؟ ايه هو اللي تمام كده؟ تفتكر ده كافي يعني؟ ما انا ما عنديش غير ده.
ما تقلقش، انا كلمتي زي اسمي سيف. اول ما الطلاق يتم عربيتك هتتحرك وتطلع على مشاورها. ما تضيعش وقتك يا عابد. عابد بيه، ما تنساش دي يا سيف. هنشوف دلوقتي اذا كانت كلمتك واحده ولا كلمتين وبس. اتفضل يا مولانا. خير يا رب. كله خير ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طمنونا خير ان شاء الله. والله احنا استعينا في محاولة صلح أخيرة، لكن للأسف ما توفقناش. أنا والمدام مصرين على الطلاق، مش كده ولا إيه يا بيبي؟ لا ردي لو سمحتي علشان مولانا ما يفتكرش إنك عايزة تكملي. انا عايزه اتطلق. وأنا كمان. يلا بطايقكم. اتفضل. اتفضل يا مولانا. ها يا بس كده. يا عم مينا، هو احنا مش هنخلص من اللي احنا فيه ده ولا ايه؟ كل شيء وله اخر يا هاب. اصطبر دلوقتي الخديوي اهو بيتصل اهو. ايوه يا خديوي. تمام ماشي. انت انا مهرب منك له. انتوا خدتوا اخلاص سبيل. كل واحد منكم على عربيته وهيجري. يلا ما تطلعش يلا. قوم يلا. يا كابتن سيف، اؤمر. معلش بعد إذنك يعني أقول للمدام كلمة أخيرة. بكرة بإذن الله زي دلوقتي ده بالكتير هتعرفي إنك أنت ارتكبتي أكبر غلطة في حياتك، وهتندمي ندم عمرك. إذا كنت فاكرة إن حياتك معايا مع عابد بيه تيمور كانت هي المعاناة، تبقى غلطانة. لأن المعاناة الحقيقية هتبتدي من دلوقتي. اي حاجه هتحصل في حياتي اهون وارحم من عيشتي معاك. قلت البقين وسمعت الرد. هما بقى دول البقين اللي خلوك مفكر نفسك حملاجي وجامد. وده لاقي لك وسع من هنا واعلى ما في خيرك اركبه. بس اسمع، المره الجايه الضرب مش هيبقى في الشغل، الضرب هيبقى في المليان. اوه سكاري. اوكي enjoy guys, have fun. fun. مبروك. الله يبارك فيك. مالك مش مبسوطه ليه؟ لا مبسوطه بس خايفه. خايفه منه؟ احنا لازم ناخد بالنا، بس ما تخافيش. ما تخافيش بقى. يلا. انزل يا خديوي، انزلي انت كمان، يلا. خير يا باشا، في ايه؟ خير ان شاء الله. اتفضل يا طارق يا باشا، فتش العربيه. تعالى لي. باشا فهمني، محمود بيه ما ينفعش الكلام ده. يا محمود بيه، يا محمود بيه فهمني. شنطتك دي يا استاذه؟ شوفها. انت فهمني طيب يا محمود بيه. هتفهم دلوقتي. في ايه يا خديوي؟ في ايه؟ يا محمود بيه ما ينفعش كده يا محمود بيه. محمود بيه، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا خديوي؟ الحاجات دي مش بتاعتي.
باشا الحاجه دي مش بتاعتها. اكيد طبعا. يا محمود بيسمعني. هسمعك كتير ما تقلقش. خدوهم يلا. الحاجات دي مش بتاعتي يا باشا اسمعني يا باشا. الله. يا محمود بيسمعني. يلا. محمود بيه. يا محمود بيه. الحاجات دي والله ما بتاعتي. ماشي ماشي. والله العظيم الحاجات دي ما بتاعتي. الحاجات دي مش بتاعتي. يلا مش هنهنج من اولها يلا. انا مش هركب. لا بقول لك ايه التعبيده مش هينفع. دي داخله على تعبيده يا ماما. يلا يا حبيبتي يلا. يلا بسم الله. انت التعبيده مش هينفع. يلا. يلا. نبي. يلا يا ابني. يلا. يلا يا ابني. اركب. الحاجات دي والله العظيم ما بتاعتي. ما اعرف عنها حاجه. نحن اطلع العربيه دي. مبروك يا باشا. الله يبارك فيك. الحاجة دي مش بتاعتي وانا ما اعرفش جت شنطتي ازاي. على فكرة انا بنت ناس. انت يا حرم عابد تيمور رجل الاعمال، كنت بتعملي ايه بقى مع اللي اسمه سيف الخديوي ده؟ يا فندم انا طلقته ولسه مخلصة اجراءات الطلاق، ومش بعيد كمان يكون هو اللي حط لي الحاجات دي. تقصدي عابد تيمور؟ ايوه. يعني انت عايزه تقولي ان عابد تيمور هو اللي حط لك المخدرات في شنطتك؟ ما عنديش اي تفسير تاني. انا ليه يمكن اعمل كده؟ عموما كل اللي جم وقفوا مكانك هنا بتهمتك دي قالوا نفس الكلام. فيا ريت ننجز بقى وتقولي لي المخدرات اللي كانت في شنطتك جبتيها منين؟ يا محمود بيه الحاجه دي مش بتاعتها والحاجه دي مدسوسه، واللي عمل كده عابد تيمور. انا بجيب لك نهايه الموضوع. يا محمود بيه الراجل كان لسه عند المأذون بيطلق، الموضوع ما جاش على هواه فحب ينتقم. ما تحضرنا يا حسام بيه. خليك معايا. انت اللي اخترت مكتب المأذون ده؟ جارنا يا باشا من المنطقه. انت ايه علاقتك بقى بالست دي؟ تخصني. تخصك ازاي يعني؟ حالها يهمني. حالها يهمك، عشان كده رحت جبت لها مخدرات. هو انت ليك في المخدرات يا خديوي؟ محمود بيه سيادتك تعلم ان سيف الخديوي ملوش في السكه دي. يعني انت مالكش علاقه بكيس المخدرات ده؟ ولا هي يا باشا. انا بسألك انت ليك علاقه بالمخدرات دي ولا لا؟ لا يا باشا ولا هي. ماشي يا خديوي. عزت. تمام يا فندم. خدوا على الحجز. اتفضل. يحجز المدعو سيف الدين حافظ عبد العليم خضر على ذمة تحريات إدارة مكتب المخدرات مديرية أمن الجيزة لبيان عما إذا كان حسن النية من عدمه، مع مراعاة عدم سقوط مدة الحجز القانونية. وتحبس المتهمة غزل عبد المجيد زكريا المصري. هخرجك، خلي بالك من نفسك. غزل بعد اذنك لحظه ست الامين. طمني يا غزل، كلمت المحامي بتاعك وهيبدا الاجراءات فورا. طمنا يا صاحبي. انا معجوز على ذمه تحريات امينه. ابويا فين يا وليد؟ هو ما جاش؟ حمايه تعب لما عرف باللي حصل، وهو تعب بسيط وان شاء الله مفيش حاجه. طول عمرك ما بتعرفش تكذب. يعني هو ما فيش اي حد من اهلي هنا؟ وانا مش من اهلك برضو يا غزل. بكره ان شاء الله هخرج، الا لو محمود الرقا وعطتني في دماغه. مشكله مش فيا، مشكله في غزل. طب قول لي في حاجه اقدر اعملها؟ ما تقلقش يا مالك، خلي بالك من روحك، خليك راجل. يلا خلينا نخلص.
انا مش مهم. مصيبه في غزل. الحمد لله على السلامة يا صاحبي. الله يسلمك يا مينا. أنا خفت الرخاوي يتنح معاك ويحبسك. الراجل ده مع انه حاططني في دماغه بس حق الله انا مش كلام. راجل دغري وعم مظبوط. اول ما عرف ان انا ماليش في السكه عملوا تحرياتهم ومشوني على طول. المهم دلوقتي يا مينا عاوزين نوصل للواد اللي اسمه ابراهيم ده اللي شغال مع بنت تيمور. ده اللي معاه مفتاح براءة غزل. تمام. بس عاوز أفكرك بحاجة. احنا لسه ما خدناش بطارنا من اللي ضربك بالنار ولا اللي ضربه مفاتن. ده غير ان الرجاله بتجز من قله الشغل. وبعدين يا صاحبي كله بأوانه يا مينا. كله بأوانه. انا مش ناسي حاجه. مفيش حاجه هتحصل الا بعد براءة غزل. لازم نطلع غزل من المغرز اللي هي فيه. مالك فين؟ لو وصلنا المحكمة وخلفت اللي اتفقنا عليه عليا الحرام من ديني لا هبكيك على اهلك لحد يوم دفنتك. هخليك كل يوم تاخد عزا حد من اهلك وهعرفك بقى تمشي بالاصول ازاي. تمام يا غداوي. استحملي من عبيد بيه. يا مالك احنا في طريق المحكمة قربنا نوصل. يلا سلام. هو الطريق قفل ليه؟ ظرف حادثه يا غداوي. طب انزل يا مينا شوف الموضوع. ما قلت لك يا جدع مش دي السكه. والله يا غداوي المفروض الطريق ده مختصر بس مش فاهم فيه ايه. عربيه خضار عامله حادثه والخضار كله مرمى على الارض وقافل السكه والسواق الصغير شكله متعور. هي عطله معطله يا غداوي. سقط. انزل. انزل. بتعمل ايه؟ انزل. يلا. يلا. حضرتك بتقول ان جد جديد في القضيه وان معاك دليل براءة موكلتك. اتفضل وضح لنا. طبعا يا فندم اكيد. هوضح دلوقتي حالا. يا مالك اخوك فين يا مالك؟ انا باني مرافعتي كلها على وجود ابراهيم. يعني لو ما جاش هتاخد حكم اكيد. والله انا كلمته كذا مره ما بيردش. استنى بس اكلم حد من الرجاله اكيد معايا. هو ايه الموضوع يا استاذ منير؟ مش هنقدر ننتظر اكتر من كده. ارجو ان يتسع صدر هيئه المحكمه الموقره وننتظر وصول دليل براءه موكلتي الى قاعه المحكمه. يا استاذ منير المفروض الدليل ده يكون معاك قبل الجلسه. وبعدين انا انتظرت كتير وواضح جدا ان الدليل اللي بتتكلم عنه ده مش جاهز. فعلا يا فندم واضح ان في تاخير بس ده خارج ارادتنا. الحكم بعد مداوله.
غزل عبد المجيد زكريا المصري افندم. في الجناية رقم 4962 لسنة 2021 جنايات الجيزة، بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق وبعد المداولة والاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء معاقبة المتهمة غزل عبد المجيد زكريا المصري بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وغرامة 50,000 جنيه. رفعت الجلسة. بنتي بريئة، بنتي يا حبيبتي بريئة. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هنجيبه قضيوي، هنجيبه تاني ونخليه يعترف بكل حاجه غصب عنه وعن اللي جايبينه. غزل مش وش حبسه وبهدله امينه. غزل غلبانه، مش هتستحمل رمية البرش. اول ما نجيبه يعترف يطلعها صدقني، بس هي نصيبها كده. لا، نصيبها ولا ترتيب شيطاني. في حد قاصد يرازي فينا عشان نتعطل وما نوصلش للمحكمه بالوقت. حقك على غداوي. انا حاسس ان انا السبب في اللي حصل. انا غيرت الطريق عشان فاكر ان الطريق ده اقصر، بس النصيب بقى انا مش عارف اللي حصل ده حصل ازاي. نورت الدنيا يا حمزه، والله زمان. مساء الفل يا كوتش. فاكر زمان لما قلت لك عدلتك دهبي مش خديوي؟ ما صدقتنيش. فاكر، بس قبل اي كلام انا هنا مش عشان غدار ولا خاين، بس الخدوع ما يستحقش ان الواحد يتعب له. جه عليها كتير واسال ميزه، وفي الاخر هو غدر بميزه وقعده في بيته. ولا ميزه؟ صح، هو كده فعلا يا كوتش. يابا الحكايه كلها مسلمه بعضيها، خلينا بقى في المهم. الساعه 2 بعد نص الليل. فعلا مفيش وقت. بص يا ابو الصحاب، فاكر لما قلت لي في التليفون على حوار الجرد بتاع عابد تيمور؟ ابراهيم الورداني. حلو. الواد ده انا مش عاوزه يوصل للمحكمه والبيت تاخد عقوبه. مينا، ما تسيبنا سوق النهارده. سوا يا اخويا. كل المطلوب منك يا حمزه انك قبل ما توصل المحكمه هتمشي من طريق تاني هقول لك عليه، على اساس انه طريق مختصر. ولما تدخل الطريق ده هتلاقي عربيه خضار موقعه بضاعتها على الاسفلت وعامله حادثه مع عربيه تانيه. يعني الشارع هيكون مقفول ومتبرشم على الاخر. الواد ابراهيم قافل تليفونه، شكله مش هيفتحه تاني. لما نطب عليك شاهد بني سويف يمكن الاقيه هناك. اكيد غير مكانه ايهاب، ده يبقى عايز غبي. بس ده مش معناه ان احنا ما نكشفش عليه هناك، على الاقل نطلع باي معلومه. لقيت حاجه يا مالك؟ بص، هو حساب الفيس بتاعه قفله، بس انا قفشت كام حساب كده للعيل من اصحابه. انا كلمت فريد ابن عمي وقال له انه يعرف ناس من عيله الوردين بني سويف ويبعت لي ارقامهم. الموضوع ده لازم يخلص يا رجاله. كل ليله بتعدي على غزله وهي في السجن انا دمي بيتحرق، ولازم تعملوا حسابكم على حاجه. انا مش هعمل اي حاجه في الدنيا غير لما غزل تطلع والموضوع ده يخلص. اللي عاوز يكمل معايا ويقف جنبي يا مرحب، اللي نفسه جايبه لي الشقاوه والشغل من جديد على الله حكايته. كل صاموله وليها مفتاحها، مفيش حاجه بتتربط فيها بالعافيه. اللي عاوز يفرق يقول من دلوقتي. اكيد كلنا معاك، ولا يا رجاله؟ طبعا. انت عايز سؤال؟ رجالتك ياخدوه في ظهرك. عايزك في كلمتين على فراد غداوي. تعال.
برضه شغل النسوان مفيش فايده. ترى يا عم حمزه مالك في ايه؟ يا عم مالك، ما نتفضفض بكلمتين ما نتفضفضش. لا وماله، فضفض يابا براحتك. في أمينة اللي ما يشوفش من الغربال يبقى معاه، واللي كنت بحاول اشيله من دماغي طول الفتره اللي فاتت ديت خلاص ما بقتش قادر. احنا شكلنا ظلمنا الواد ميزه والخير لسه موجود ما بيننا. أنا ما ظلمتش ميزة، أنا قعدته في بيته ومرتبه بيوصل له. انت عملت كده عشان مش مرتاح له. أنا لو كنت رايق كنت اتأكدت وقطعت عرق وسيحت دم، بس أنت عارف الظروف وقتها كانت عاملة إزاي. ودلوقتي الظروف اشد واصعب. انا من رايي ما تتكلمش في حوار غزل قدام حد غير انا ومالك، والباقي ما يعرفش غير عند التنفيذ وما يعرفش هو رايح يعمل ايه اصلا. أنت قلقان من مين؟ اللي طول عمرك قلقان منه. حمزة. مش ده اللي ودانا الطريق اللي وقفنا فيه واصر الصبح ان هو اللي يسوق؟ بس ده مش دليل. انا ما قلتش دليل، بس حرص ولا تخون. أنت عندك حق، أنا عايزك تفكر معايا لأن أنا خلاص ما بقتش عارف أفكر. كل تفكيري رايح لغزل وحالها. يا ترى هي عاملة إيه؟ عملت ايه يا مفاتن؟ شفتيها؟ ما رضيوش يدخلوني. لا مش انتوا وريتوا لهم اذن النيابه؟ ايوه بس هم قالوا ان زارها 2، امها وواحده ست تانية، وهو يعني ما ينفعش اكتر من زيارتين. يعني هي ما عرفتش ان طلب الزيارات اترفض زي ما انا فاكره ان انا اتخليت عنها. ده انا اتحايلت عليهم محايله جوه وشغلت الزنانه بقى على الرايح والجاي، وهم ولا اكني كلب بيهوهو لحد اما قالوا لي احنا ممكن ندخلك بس ما نطلعكيش تاني. لحد هنا الصراحه قطمت. معلش يا خديوي، الاستاذ منير يبقى يروح لها ورسها بنفسه. يلا بينا احنا. ماشي يا باشا، ماشي. مع السلامة. برعاية الله. قال لك ايه؟ عبد تيمور سافر بره مصر، لا يكون خد الواد معاه. يا عم انت فاكر ان عبد تيمور ده هيفرق معاه ان برام ده يتحبس ولا لا؟ بس يفرق معاه ان الواد ما يلوكش ويقول ان هو اللي وزه. طب ما احنا متفقين مع برام ده من المره اللي فاتت ان هو اللي عمل كده عشان غزل كان بيتعامله وحش ومش هيجيب سيره عبد تيمور. وعبد تيمور يضمن دي منين؟ اسمع مينا، احنا لازم نتاكد ان الواد ده هنا وما سافرش. ممكن ادخل؟ كنت عايزه اقول للخديوي على حاجه. تعالى يا فاتن، ارتاحي. انا يعني كان في حاجه كده وكنت محتاره اقولها لك ولا لا، بس بعد ما فكرت لقيت انه لا، لازم انا اقول. طب ما تقولي يا مفاتن في ايه وخلصينا. انا وانا واقفه رازي في الظباط عشان يدخلوني لقيت ام فارس خارجه من جوه. جوه منين؟ من الزياره. فريد الخديوي كان شافك هناك، كنت هتعملي ايه يا قدرية؟ كنت همشي. أنا أصلاً أول واحدة رايحة الزيارة، ما كانش في حد جه لسه. مشوار ملوش أي 30 لازمة أساسا. أديني بحاول يا حاج، ولا أنا مش من حق أدافع عن جوزي وعيالي؟ من حقك، وأنا الود ودي ترجعي لجوزك وعيالك يا قدرية، بس مش عايزك تخسري كل حاجة. تقصد إيه؟ رفعت الدهبي كلمنا النهارده وقال لنا عايز يقعد معايا. رحت له، لت وعجن كتير، في الاخر طلبك مني للجواز، وانا قلت له بعد شهور العيد. هو الكلام ده وقته؟ أنت شايف كده؟ مين اللي بيخبط كده؟ خير يا أبو فارس، في إيه؟ العيال فين؟ في مدارسه. كويس، وكويس ان انت هنا يا شعبان. شعبان؟ ايوه شعبان، عشان الاحترام عدلته تبقى رايح جاي. احترمك فتحترمني. الاحترام ابو جهه واحده ده انا ما بعتمدوش، عشان ده الضطيه
وانت تعلم ان سيف الخديوي ما بيطاطيش لجنس بني ادمين. ما دام مش عارف تلم بنتك وتحكم عليها وتفهمها ان هو لازم تحترمني وما تعاديش حدودها معايا، يبقى مالكش احترام عندي واسمك شعبان. انت ازاي تكلم شعبان الكبير بالشكل ده يا خديوي؟ ما على مهلك شويه يا خديوي، ايه اللي حصل لكل ده؟ انت ايه اللي وداك الغزل في السجن؟ ما تنطقي! رحت عشان استرجعها تسيبك ليا، تسيبك ترجع لبيتك وولادك. ايه كفرت؟ تسترجيها؟ انت يا ادراء بنت شعبان هتروح الواحده مرميه في السجن لا حول ليها ولا قوه عشان تسترجيها؟ رحت عشان استرجعها يا خديوي، واعمل اي حاجه عشان ارجع جوز ابو عيالي. ايه العيب في كده؟ العيب بقى ان انت تيجي تزعق لابويا وتكلمه بالشكل ده، وان انت تيجي تتهجم علينا علشان خاطر انا ست عايزه احافظ على مستقبل عيالي اللي هم عيالك. انا عايز اعرف دلوقتي انت رحت لها ليه وقلت لها ايه؟ وياكي تكوني ضايقتيها. هعرف. طب ضايقتها يا خديوي، وطالما فرقلك قوي كده روح اشبع بيها. ورحمة أمي من النهارده لو اتطبقت سما على أرض ما أنا راجعة لك تاني. بس كده، اربطي بقى على الكلمتين دول عشان عليا الحرام من ديني. لو انت آخر ست أنا ما هرجع لك، وياكي دوبي ناحيتها عشان ورحمة النبي لا هدفنك حية ولا يتم عيالك. ورحمة أمي في تربتها لا أحرق قلبه زي ما حرق قلبي. والله العظيم لا ندمه إن هو اتجرأ واتطاول عليك وكلمك بالشكل ده. حقك عليا يا حاج، حقك عليا ما تزعلش. قوم يا حاج، قوم ادخل ارتاح جوه شوية، أنت تعبت النهارده. مش قادر، رجلي منملة يا بنت. هلا رجلك بس، قوم بس استند عليا. شيلاني يا حاج مالك يا حاج؟ شيلاني مالك ايه؟ يا حاج مالك في ايه؟ قال لك ايه؟ محمد تيمور سافر بره مصر، لا يكون خد الواد معاه. احنا لازم نتأكد ان الواد ده هنا وما سافرش. تعالى يا حاج، تطلع الدور اللي فوق يا حاج، المكتب اللي على اليمين. ماشي يا شكرا. يا جنابه. اهلا يا رديوي، خير ان شاء الله. عاوز اقابل محمود الرحاوي. عايز تقابله ليه؟ موضوع كده يخصني ويخصه، ما ينفعش حد يعرفه غيره. طب استناني شويه، ارتاح يا غديوي. اقعد. لا يا باشا مش مشكلة، هم 10 دقايق نوقفهم. بقول لك اقعد. باشا انا عاوز اتكلم. اتكلم. انا عارف ان محمود الرحاوي راجل محترم وما رضاش بالظلم وراجل يعرف ربنا. انا مش مستني رايك فيا، ادخل في الموضوع على طول. عايز ايه؟ دلوقتي يا باشا سيادتك اللي قبضت علينا وسلمت غزل. الست دي مظلومه وشايله شيله مش شيلتها. امال شيلت مين؟ شيلتك انت؟ ضميرك صحي وجاي تعترف ولا ايه؟ محمود بيسمعني للاخر، خدنا بصبر. القصه كلها عند الواد ابراهيم الورداني اللي شغال مع عبد تيمور، هو اللي دسلها الكيس في الشنطه. خلاص الحكايه سهله قوي، روح اعمل بلاغ. مع ان الكلام ده قلتوه في المحاضره قبل كده وطلع مش حقيقي ومعلوش اي دليل. يا باشا الواد كان جاي معايا قدام المحكمه عشان يعترف، بس حصلت نمره انا حاسس انها متدبره عشان اوصل متاخر. ايوه انا برضو مش فاهم، انت جاي هنا عايز ايه؟ انا بس اسمع سيادتك، بس عايز اعرف الواد ده جوه مصر ولا بره مصر؟ ده رايق يالا، انت اتجننت ولا ايه؟ انت عايز اشتغل لحسابك؟ في ايه يا خديوي ما تفوق؟ محمود بيه انا ما اقصدش، انا بتكلم في حاله انسانيه. حاله انسانيه؟ انت اللي جاي تتكلم عن الانسانيه؟ طب شوف حد غيرك يتكلم في الكلام ده. بعدين انا شايفك بقيت جريء قوي وجاي تتكلم معايا ولا كاننا اصحاب. اسمع ما اقول لك، اخفي من قدامي دلوقتي وفكر 20 مره يا خديوي قبل ما تخش اي اسم انا موجود فيه. فاهم ولا لا؟
فكرت كتير قبل ما اقول اللي هقوله. انا غلطت، محدش يستعجب الكلام. انا غلطت لما غرست حالي في قصة عابد وغزل، وغلطت لما افتكرت ان اللي شبهي ممكن يسيب حاله لقصص حريم، وغلطت لما ضيعت علينا شغلنا وعطلته وبطرت على القرش. احنا الشهور اللي فاتت ضيعنا علينا شغل وطلع علينا عيال جديدة. النهارده بس حسيت ان اسم الخديوي خس، ما بقاش بهيبته. ضيعت وقت كتير فرطت وكلام ما يلزمش. عشان كده بقول لكم يا رجاله، حقكم عليا، لازم نرجع زي الاول. انا هنسى حوار غزل وعابد وابراهيم وارميه ورا ظهري، وهرجع سيف الخديوي. سيف الخديوي بحملته اللي يدك اي ارض رجله تحط فيها. حقكم عليا يا رجاله، ان شاء الله نرجع كل اللي كان. بس انت كده خلاص يا مينا، الكلام خلص. كفايه اللي حصل لجد عيالي اللي لحم اكتفي من خيره. اتشل وما بقاش يقدر يوصل طوله، ما بقتش استحمل بصة عيالي ليا. انا غلطت وبعترف اني غلطان. انا العقل يا خديوي، انا العقل يا كبير. بس يا ريت بس تثبت على كده، ما تقومش الصبح من غير كلامك. انا كده كده معاك يا كبير، واللي هتؤمر بيه هيتنفذ وهيتم. طمن يا حمزه، كلامي مش هرجع فيه. مالكوش دعوه بيها، انتوا عيالي وانا ابوكم. ما تصدقوش اي كلمه من اي حد. بس ماما بتقول انك انت عيان عشان انت اتخانقت معاه. هي قالت كده؟ ما هو ده حقيقي. لا مش صح. جدك كبر في السن، اي حد في الدنيا بيكبر في السن ممكن يمرض عادي. بس انت ما بقتش تتكلم معاه زي زمان. انا بحب جدو شعبان يا بابا. ما تحبه يا جدع، انا قلت لك ما تحبوش. اسمع، محدش في الدنيا يحبكم ولا يخاف عليكم زيي، انا ابوكم. فاهمين؟ ممكن اخد العيال؟ يلا يا اولاد، وبعد كده لما تيجوا هنا ما تسيبوش باب البيت مفتوح. على فكره انا خبطت. الكلام مش ليكي. خدي عيالك واتكلي على الله من سكات. هو انت هتربيني؟ انت مالكش تتكلم معايا كده. بعدين هو انت ليك عين اصلا تتكلم بعد اللي عملته؟ اقصري الشر واتكلي على الله. يلا يا ماما. اسمعي كلام بنتك. يلا يا عيال يلا. ازيك يا ام فارس؟ اهلا يا اخوي. اهلا بيكي. ازيك يا خديوي؟ امينه، اقفل الباب وتعالى ورايا. عبد تامر رجع من السفر. الله، يعني انت مهتم بالحوار؟ امال ايه الكلام اللي انت قلته قدام الرجاله؟ مش هيبقى؟ معقوله تكون صدقت يا امينه؟ كنت فاكرك فاهمني. صدقني فاهم، بس ما كنتش متاكد. انا اصلا جاي عشان اسالك. لو بينا حد خاين يبقى لازم نطلع بمصلحه من حاجه زي دي. لو الواد ده ظهر نبقى ضربنا عصفورين بحجر. ويبقى لقينا الواد ولقينا الخاين، او على الاقل اتاكدنا ان هو موجود وسطينا. والله يا اسطى يا معلم. يعني لو الواد ابراهيم الورداني ده في مصر يبقى زمانه زهق واتخنق. لما المعلومه توصل له هيظهر ويقب. عشان كده انا عاوزك تكلم كل حبايبنا في كل اماكن السهر وفي كل بار في اي حته شمال، تعرفهم ان ابراهيم الورداني لو ظهروا بلغوني في الوقت الصح. انا هعد وهعد فلوس كتير. انت فين يا خديوي؟ كلمتك على موبايلك 100 مره مغلق. فصل شحن. في ايه؟ الواد ابراهيم الورداني ظهر. الواد قال لي ان هو بيلعب كارت وضرب سيجارتين. نخش باللسان الحلو والكلمتين الحلوين. جه معانا سكه اهلا وسهلا، قال معانا
يبقى يلا بس على الله حكايته. بس خلي بالك فوق برشام جوه اسمه عمر النمر. الواد ده شقي وبياع وما بيكبرش لحد. انا لا واقف قدامي دلوقتي، انا هسفلته. ركز انت بس وخلي الواد ابراهيم في ايدك. يلا. ازازه تاني يالا. زي ما انتوا، احنا مش مباحث ولا حمله. اقعد. اهلا يا غديوي. ايه يا عم؟ كده كنت مني وتهرب. غصب عني، اوامر عبيد بيه. طب خف نفسك يا ابراهيم، يلا وتعالى معانا. هو ايه الحوار؟ خليك في حالك يا شلم. يلا يا ابراهيم ما بتدنحش. انت مين يا جرم منك ليه؟ انتوا فاكرين نفسكم داخلين كافي شوب في شارع شهاب؟ يا مستر اولمبيا، انت بقى الحلو اللي فيهم. يلا يا عم بس على الله حكايتك. تعالى اقعد. انا اسمي سيف الخديوي. سيف الخديوي. لا امينه. الله يسلمك. تعالى. يلا امينه. اركب يلا. اطلع. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. استنى يا كابتن استنى. عطوة شوف لي الواد ده والنبي. طب عاملين يا وحش. مليون مبروك لفرحة النهارده معلمين مصر الخديوي اللي بيقول لي وسيلي وشوفني على كل البيوت في المنجولة. معلمين مصر المعلمين كل رجالة الخديوي اللي بيمثلوا ويصبحوا على كل الناس. معلم حمزة. المعلم حمزة كلها بحب ورجولة وكل اخوات عريس الليلة. معلمين مصر الخديوي. معلم جمال. تحية مليون تحية المعلم جمال كل رجالة الخديوي اللي بيمثلوا ويصبحوا على كل الضيوف الموجودة. مالك اخو الخديوي. اخو الخديوي احلى مالك وعقبال ليلة مالك يا رب. معلمين مصر المعلم ايهاب اللي بيقول لي مثلي وصبحنا على كل رجاله الخديوي. والخديوي نور يا جدعان. عرفتوا اللي حصل؟ الخديوي وصل.
حبيناه الصوت بتاعنا بتاعه، ومن كده احنا كرهناه. يحرم علينا اجتماعه. النهارده بنحيي ونرحب ونمسي بالناس الضيوف اللي شرفونا النهارده بفرح اخويا وحبيبي وعشرة عمري وظهري وسندي سيف الخديوي. سيف الخديوي اللي مشرفنا في كل مكان في اي منطقه فيك يا مصر. نقول له ايه؟ مليون مبروك عليك يا خديوي. بقول لك يا هو الفرح ده مطول للصبح؟ اصل بامانه الواحده جالها هبوط. حياتي نادين، الف مبروك. الله يبارك فيكي. مبروك يا سيف. شوفي جبت لك مين معايا. هانيا. الف مبروك حبيبتي، الله يبارك فيكي. عقبالك. لا مش عايزه. يلا اتبسي بقى، احنا جنبك. ها اوكي. مبروك. مبروك يا اسد. وليد، الله يبارك فيك. شكرا على كل حاجه عملتها معايا. الشكر ولا حاجه. بنت اختي. مبروك يا سيف بيه. حبيبي يا وليد بيه، راجل محترم، ربنا يسعدك. يسعدكم ان شاء الله. الف مبروك. مبسوطة؟ قوي، لدرجه ان انا حاسه ان في حاجه هتبوظ اللي احنا فيه ده. ما تقلقيش، بس تفاحي زي ما انت عاوزة، محدش يستجرى يعمل معاك حاجة. خاف من اللي ملوش كبير، عشان لو جيت على سكته هتشيل كتير. اشوف لكم عشان اشهد لكم على الله حكايتنا. حسد لا مش بيخاف من حد، خديوي حسد لا مش بيخاف من حد. يلا خليل اللي ملوش كبير هو انا، اي حد ما يشغلنيش، كبيري بس هو ربنا، اما ده كله ده قش وخيش. انا الاسد اللي انت تهيبه، اللي عامل ليك ازعاج، ليا حق انا بعرف اجيبه، الشقاوة ده عندي مزاج. لو تقدر هديك عيني، لو تبيعني هبيعك
باجيلك من على المداري عشان الملكة ما بتتقارنش بجواري، وطول ما انت يا غزل قدام عينيا انا ما يشغلنيش كل الحريم اللي حواليا. انت كل الدنيا بحالها، انت فرحة في وسط جراح، انت غزل اللي انا بغازلها، ياللي خدك فيه تفاح. حبي لو لفيت العالم مش هلاقي يا خلقي بديلها، اغلى من ايها بني ادم نور عينيا ولازم اوفلها. اللي قال الحب ده بحر واللي قال مجروح ينصبني، عايز اقولك انك صح اساسي مفيش زي حبيبتي. يا جمال سم زي العسل ما بتحبش غيري وبس، الخديوي بيعشق غزل السنيورة ما بتبص. يا غزل عيونها قولك يا غزل جمالها ما شاء الله، يا غزل دي نظرة منها حياة، يا غزل قلبي بقى خطفان، يا غزل في عيني هي الكل، يا غزل بقلب أبيض فل، يا غزل لما عليا الطل، يا غزل بجد ملهاش حل. غزل ثانية واحدة. نقعد العمر كله بقى في الثانية دي. طب ورحمة النبي ميس ايجيبت مش قلتلك؟ مالك بس في ايه؟ مالك؟ خديوي نعم. أنا خايفة. خايفة مني؟ أقسم بالله أنا مقلقة منك موت. تعالي بس، رايحة فين بس؟ تعالي رايحة فين؟ هتزوغي مني فين؟ تعالي. أزوغ زي إبراهيم الجرد مزاغ منك. بس جبته في الآخر زي ما جبتك يا وحش الكون. طيب أنا عايزة أقول لك حاجة. قولي. أنت وعدتني قبل كتب الكتاب إن أنت تشتغل شغلانة حلال ومفيش حاجة تعرضنا للخطر. وده وقته يا غزل، ده وقته. طمني. أنا عاوز أقول لك إن أنا ما بشتغلش في حاجة حرام، ما باجيش على حد إلا لو يستاهل إن أنا أجي عليه، ومع ذلك هعمل لك اللي أنت عاوزاه. أنا معايا كام قرش كده وماسك فلوس حلوة هشغلهم في التجارة وهنفذ اللي وعدتك بيه. عارف إن أنا بحبك. أنا بعشقك. طيب في حاجة تانية، آخر حاجة. أوامر. ممكن نمشي من الأوتيل ده؟ أنا بتشائم من الأوتيلات. هو مش البيت خلص؟ البيت خلص وجاهز. ماشي، تحت أمرك. إيه ده بسرعة كده؟ أي حاجة أنت عاوزها أنا هعملها لك، بس هعدي البيت الأول أجيب هدومي. يا قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا غزل. ايه يا ما في مصر؟ حد كان بيطاردك في الحلم ولا ايه؟ انا غزل. ايه؟ انا غزل. معلش. في نهار اسود المية. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. مش متعود حد يصحيني من فرشتي. طب انت حبيبي حد يصحيك ازاي يا حبيبي؟ يعني اضرب لك طلقتين في الهوا عشان تصحى؟ حقك عليا. ايه؟ اهدي. ما تخافيش. صباح الخير. صباح الخير ايه بقى؟ صباح ده ولا شفت كده في حياتي؟ يلا اعملي لي فطار. اعمل لك ايه؟ فطار. اول مره ينزل فوقتين ده ولا ايه؟ طيب يا حبيبي اعمل لك ايه فطار؟
بص بقى وحش الكون، انا عايز كوارع وعاوز عكاوي. الديل. الله ينور عليكي. وعاوز ممبار. المصارين. لحمة راس وكبدة نية. بدمها. بدمها. يلا وحش الكون عشان سكتنا طويلة. لا، سكتك انت اللي طويلة، على الله حكايتك مع نفسك. انا نازلة السكة دي. خد بس، خد. بتعمل ايه يا جدع انت هنا؟ مبروك الجواز يا اختي. بقول لك بتعمل ايه في بيت عيالي؟ لا وانت الصادق في بيت مراته. انت ناسي ان الشقة دي بتاعتي وباسمي؟ اتجوزته. على كده بقى يا درايه انت يعجبك يتقال عليك ارمله، ما يتقالش عليك مطلقه. او خلي في بالك، ما هو السبع اللي انت متجوزاه في بيني وبينه حساب وهيخلص. صح؟ لا هو صح، بس انا عاجبني عشان انتوا على مقاس بعضيكم. عاجبني انا التوليفه دي. صدق بالله يا دريه، انا كنت صح لما ما سمعتش لزنك ولا ضعفت قدام ذلك لما وطيتي تبوسي رجلي عشان ارجع لك. كل يوم بتاكد ان انا كان عندي حق. بص يا صاحبي، انا واعي ان الخبطه شديده وتوجع، بس والله حق ورجع لاصحابه. استنى انت يا رفعت، بقول لك ايه يا ابو فارس، بلاش والنبي تلقح بكلام ملوش عازة عشان عيب. انت بتقول اتاكدت انك كنت صح، وفي نفس الوقت بتعايرني ان انا جيت اعقلك واشيل من دماغك فكره انك تطلقني. فدي ما تمشيش مع دي. ولو انا كنت عايزه راجل غيرك ما كنتش جيت اتحايلت واتذليت على قولك. بس لازم تعرف ان انا ما عملتش ده عشان خاطر سواد عيونك، انا عملت ده بس علشان خاطر عيالك. خشي بيتك يا حبيبتي. مفيش مبروك مع اني لسه مبارك. انت يا جدع انت السكينه سرقاك وشطانك ضحك عليك. انت بتعمل كل ده عشان ترازيني وتضايقني، بس انا مش هنكرها. انت ضايقتني كتير يا رفعت. ما ده المطلوب. انا احب اشوفك متضايق قوي يا اختي. ما انت ياما ضايقتني لما خدت هديه، لما خليت شعبان ينطرني وبقيت انت الفرخه بكشك. ضايقتني في رزقي واكل عيشي ووقفت لي المراكب السايره. اضايقك انا شويه بقى ونبقى خالصين. انت بتكذب وبتصدق حالك. هو ده انت يا رفعت. عمرك ما بتعترف انك خايب وقليل الحيله، ودايما تخسر روحك. بس انا هقول لك كلمتين يا رفعت، كلمتين مالهمش تالت. الدنيا دي يا رفعت كل يوم بتدور فيها 1000 عركه وعركه، منهم عركه واحده ما بيفضاش الا الدم والموت. هي دي العركه اللي ما بيني وما بينك دلوقتي يا رفعت. بلغ مراتك ان انا هاخد عيالي، عشان عيالي مش هيتربوا في ظل راجل زيك، لانه قريب قوي انا هاخد روحك واخليك تقابل وجه رب كريم. قلت لي كتير وما نفذتش. انت بقى في الفاضي. يا عم عادي، هنشوف. الايام بينا وعلى الله حكايتنا. اسمع يا اختي، اللي جاي احلى. ولا ايه؟ من الحلو جه خلاص. غزل
غزل، وحشتني. وانت كمان وحشتيني يا حبيبتي. ايه كنت بتعملي ايه؟ كنت قاعده مستنياك. عجبك البيت؟ قوي. ريحه حلوه صح؟ الفايبس بتاعته تحفه. ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني الطاقه الايجابيه بتاعته كده حلوه. طاقه ماشي. تعالى هنا. ايه؟ انت اتاخرت ليه؟ سايبني لوحدي كل ده؟ على ما لميت هدومي وجيت. ولا عديت على بيت عيالك؟ لا ما شفتش العيال. ما بحسب. هما ممنوع اشوف عيالي ولا ايه؟ لا يعني شوفهم عادي، بس انت عارف ان امهم معاهم يعني. لو هتعمل كده لازم تقولي. لا ما تقلقيش، ماما اتجوزت. اتجوزت؟ امتى ومين؟ امتى مش عارف. مين بقى اتجوزت رفعت الدهبي. دي بتغيظك. مش عايز اتكلم في الموضوع ده. ايه ده؟ وانت لاوي بوزك بقى عشان هي اتجوزت ولا عشان اتجوزت رفعت؟ ست الكل انا لا لاوي بوزي ولا مكشر. كفايه ان انا في حضنك وبحبك. مبسوط ان احنا مع بعض. وفرحان كمان ان البيت عجبك. قوي. انا عامله لك عشاء. ايه ده؟ هي فين ده؟ في الجنينه، تعالى. يعني ازاي هتنزل في اوله كده؟ معلش يا حبيبتي، ورايا مصالح لازم اخلصها. مصالح ايه؟ انت مش قلت هتشوف شغل جديد؟ ايه ده؟ في ايه؟ يعني ايه؟ يا بنتي مالك في ايه؟ نادين منزله ده على الفيسبوك بتقول انها جوزت عبد تيمور. نادين صاحبتك؟ هو ده معناه انها جوزته؟ ايوه. يعني ايه بقى كده؟ معناه ايه؟ انت مصدق؟ انا قلت لك قبل كده وما صدقتنيش، قلت لك ان صاحبتك دي ملعب. اللي يتجوز يتجوز واللي يطلق يطلق واللي يولع يولع. خلينا في روحنا. اكيد هو مش فارق لي خالص. انا بتكلم على نادين، صاحبة عمري. دي كانت اقرب ليا من اخواتي. مش مصدقة. هي قربت لعبد امتى؟ كمان اتجوزوا ازاي؟ اوعكم فاكر ان انا نسيت امينه. كل عيل من دول ليه في دماغي دفتر، ودفتر متسطر صفحاته خلصانه وحسابهم هيبقى تقيل. وتفكر في ايه دلوقتي؟ هضايقهم في شغلهم. كل واحد منهم فاكر نفسه قبضاي وفاكر ان الملعب فاضي. فتح حسن ابو خاطر ممنوع على واحد روسي شغالك في التهريب. لما يتحط عليه يجي له بطوله وياخد واجبه. بس خلي بالك انا لسه ما خدتش بطار مفاتن لحد دلوقتي. بس هي معروفه يعني، متوزعه ما بين رفعت الدهبي وقدريه وزغروطه. ما حدش فيهم اعترف بس باينه. لا مؤاخذه يا خديوي، هي دلوقتي على ذمه عجل اسمه رفعت الدهبي، هو لازم يشيله، هو اللي لازم يتقدر، مش ده اللي حاول يقتلك؟ اتقل. العريس ده الحساب لوحده. خلينا الاول في حسن ابو خاطر. اتقل. ولع النور اللي عليه كده. في عربية واقفة بعرض الشارع. طب ايه؟ ضحي انت فين؟ انا عند الفيلا يا ريس. طب تعالى لي عن طريق الخروج، في عربية قطع الشارع بالعرض ومقلق لا يكون حد عامل لي كمين. حكومة يعني؟ لا بس انجز بسرعة اخلص. ماشي يا ريس. ايه ده بقى؟ خلاص يا عبد الرحمن زمر له كده. مفيش حد في العربية. واتس رونج؟ انت افريده خواجه ناسنج. انت قد كده ما تعرفش حتى تحمي حالك. خديوي؟ لا مفتح هذا وشوح. اسمع، تلزم بيتك وما تتحركش منه غير لما اقول لك، فاهم؟ نزل سلاحك لا رقدهولك. انا ضاحي اركب يا ولاد. اوعى اضحي وانا ضاحي مش الكلام ده. قوم ما تخافش.